بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بحضراتكم. أتمنى تكونوا بخير وبصحة وسعادة. معكم إسلام صقر. فيديو النهاردة بعنوان عزيزي مدعي الثقافة. السيدات والسادة المشاهدين، تابعوني لنهاية الفيديو عشان نعرف أصل الحكاية. فواصل ونواصل. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين يا فندم. الله اكبر. عزيزي مدعي الثقافة، اللي كنت شايف إننا بنبالغ في الكلام عن مؤامرة التوطين في سيناء. هل قريت بيان جيش الاحتلال اللي بيطالب فيه سكان غزة بإخلاء منازلهم والتوجه للجنوب؟ هل أدركت إنك مش فاهم حاجة، وإن اللي بتقول عليهم مطبلطية قاريين المشهد أحسن منك؟ هل تتواضع وتخف الصداع من على دماغنا شوية عشان مش ناقصين، ولا هتدور على هبدة جديدة؟ المدنيين الفلسطينيين العاديين بيدفعوا تمن هم مش عاوزين، ولا حد شاورهم ولا قال لهم ولا استأذنهم. الناس دي دلوقتي بتكره حماس عشان هم السبب في دمار حياتهم وضياع أسرهم وأولادهم. أنا عاوز بس أقول لكل واحد فرح في اللي عملته حماس، يا ترى مبسوط دلوقتي على الخراب؟ هل قادة حماس ما كانوش عارفين وحاسبين رد الفعل الإسرائيلي؟ دي تبقى مصيبة. هل حماس كانت بتنفذ أجندة خارجية لدول تانية؟ أنا عاوزك بس تقعد وتفكر بعقل وحكمة وتوصل لنتيجة واحدة، وتقول لنفسك بكل صراحة وشجاعة: اللي حصل ده كان هدفه إيه؟ وهل خدم القضية الفلسطينية؟ ولا زود الفجوة؟ يا سادة، المخطط الإسرائيلي لتهجير سكان غزة لمصر بيتم الدفع به بقوة وبشكل ممنهج ومدروس. من يومين إسرائيل طلبت أكثر من 1,000,000 شخص من سكان شمال غزة بالانتقال إلى الجنوب بالقرب من مصر خلال 24 ساعة كمقدمة لاجتياح بري للشمال. غزة كلها على بعضها صغيرة جدا، وهي واحدة من أكثر المناطق في العالم ازدحاما بالسكان. 2,300,000 عايشين في خرم إبرة حرفيا. فلما تيجي تطلب من نصهم النزوح جنوبا، ده معناه بشكل واضح محاولة لإجبار مصر على الرضوخ للمخطط ده. وده اللي اتكلم عنه السيسي في احتفالية تخريج دفعة جديدة من الكليات والأكاديميات العسكرية، ورفضوا بشكل قاطع وقال إن ده معناه تصفية نهائية للقضية الفلسطينية. الأيام الجاية فيها كلام كتير، ربنا يوفق المسؤولين للقرار الصح. وفي النهاية أتمنى أكون قدرت أوصل الرسالة لحضراتكم. اللهم احفظ مصر وشعبها العظيم من كل سوء. اللهم احفظ جيش مصر وشرطتها. اللهم ارحم شهداء الوطن. عاشت الأمة العربية، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.